عايزك المرة دي تنزل تعمل شير عشان تساعدني إن القناة تكبر، ويلا بينا نشوف الموضوع بتاع القصة النهاردة. عمرك فكرت للحظة واحدة إن ممكن حياتك تتقلب رأسا على عقب بسبب حاجة بسيطة زي جواب؟ أنا حصل معايا كده. أنا الأب، راجل عادي مصري، بحب مراتي وولادي وبشتغل عشانهم ليل ونهار. حياتي كانت هادية ومستقرة، أو على الأقل كنت فاكر كده، لغاية ما في يوم عادي جدا حصلت حاجة مش عادية بالمرة. اليوم ده صحيت زي أي يوم، نفس الروتين، فطرت مع مراتي وولادي ونزلت الشغل. وبالليل لما رجعت لقيت ظرف صغير مستنيني على باب الشقة. الظرف ما فيهوش اسم مرسل ولا أي علامة تدل على مين اللي بعته. استغربت طبعا، مين ممكن يبعت لي ظرف لغاية باب الشقة بالليل من غير ما يكتب اسمه؟ أخدته ودخلت وقعدت على الكنبة في الصالة. البيت كان هادي، مراتي كانت بتعمل العشاء في المطبخ وولادي جوه بيذاكروا. فتحت الظرف وطلعت الورقة اللي جواه، وأول حاجة عيني جت عليها وهي كلمة اعتراف. أنا اتوترت من الكلمة دي الصراحة. بدأت أقرأ، ومع كل جملة كنت بقراها كنت بحس إن نفسي بيتسحب مني لدرجة إني مكنتش قادر أتنفس. الجواب كان بيقول: أنا آسف إني بكتب لك الكلام ده، بس كان لازم تعرف، مراتك خانتك من سنين طويلة وعمرها ما قالت لك. الخيانة دي حصلت مرة واحدة بس أثرت على حياتك من غير ما تعرف. أقرب الناس ليك خانك، وأقرب الناس ليك مش عايزك تبقى مبسوط في حياتك. بنتك الصغيرة مش بنتك، هي في الحقيقة بنت الشخص التاني اللي هو المفروض إنه صاحبك. أنا بقرا ومش مصدق. يعني إيه مراتي خانتني؟ يعني إيه بنتي الصغيرة مش بنتي؟ مين أقرب واحد اللي بيقول عليه ده؟ إزاي الكلام الخطير ده يتقال في جواب من غير حتى توقيع أو اسم مرسل؟ فجأة الدنيا لفت بيا، سمعت ضربات قلبي في وداني، إيدي بتترعش وأنا ماسك الورقة بقوة كأني خايف تقع مني. هل ده حقيقة ولا حد بيلعب بيا؟ مين اللي ممكن يبعت الجواب الملعون ده؟ وليه دلوقتي بالذات؟ فضلت قاعد مكاني مش عارف أقوم. حسيت إني متكتف على الكرسي ومش قادر حتى أنده على مراتي. عينيا متثبتة على الجواب. قريته مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة بتمنى إن الكلمات تتغير، تطلع هزار تقيل أو مقلب من حد عديم الإحساس. بس الكلمات هي، والحقيقة باينة زي الشمس. في خيانة قديمة في حياتي، وأنا آخر من يعلم. بعد شوية أخدت نفسي بالعافية وقمت. حطيت الجواب في جيبي بسرعة قبل ما حد من العيال يشوفه. في اللحظة دي 100 سؤال كانوا بيجروا في دماغي. مين خان مين؟ مراتي خانتني مع مين؟ وإزاي بنتي ممكن تطلع مش بنتي؟ معقول كل ده كان حاصل وأنا مش دريان؟ طلعت على المطبخ، لقيت مراتي ندى واقفة على البوتاجاز بتطبخ. بصيت لها وأنا حاسس إني مش شايف قدامي. حسيت إني غريب في بيتي. ندى خدت بالها إني واقف زي التايه وسألتني: مالك؟ فيك حاجة؟ رديت عليها بصوت هادي: لا مفيش، مجرد تعب من الشغل. حاولت ابتسم، لكن شكلي كان واضح عليه اني متضايق. ساعتها قلبي كان عايز يصرخ ويسألها: هو انا اتخنت؟ انت عملتيها؟ بس مسكت نفسي. يمكن يكون في تفسير منطقي. يمكن الجواب ده كذب. مين هيكتب حاجة زي كده غير لو عايز يدمر حياتي؟ قررت وقتها اني اهدى وما واجهش ندى بأي حاجة لحد ما افهم اكتر. بس هل كنت اقدر اهدى؟ اطلاقا. طول الليل وانا سرحان ببص لندى وهي بتتكلم مع الولاد، وحاسس اني مش سامع منها ولا كلمة. بضحك مجاملة لو حد قال نكتة على الترابيزة، بس قلبي مليان شك وخوف. بصيت في وش بنتي الصغيرة ملك، عندها 14 سنة، حبيبتي وروحي وآخر العنقود. كانت بتضحك وهي بتحكي لي موقف حصل في المدرسة، وأنا مصدوم. بنتي دي مش بنتي؟ يعني إيه؟ فضلت أبص لها بحب وتأمل، نفس الملامح اللي حبيتها من يوم ما اتولدت. مش قادر أصدق إن الدم اللي في عروقها ممكن ما يكونش من دمي. على طول حسيت بالذنب إني حتى فكرت في كده. ازاي اشك في بنتي اللي ربيتها بحب طول السنين دي؟ اكيد الجواب ده كذب، مستحيل. بس لو في احتمال 1% حقيقة. الشك دب في قلبي زي السهم. حاولت اطرد الافكار دي، لكن كل ما ابص في وش ملك او حتى في وش ابننا الكبير عمر اللي عنده 17 سنة، الاقي نفسي بفكر: هو انا فعلا ابوهم ولا عايش في كذبة كبيرة؟ بعد العشاء قعدنا كلنا نتفرج على فيلم في الصالة زي عادتنا في يوم الخميس. انا كنت قاعد جنب ندى وحاسس اني مش عايز اقرب لها. عقلي مش قادر يبطل صور وأسئلة بشعة. افتكرت حاجات من سنين فاتت. هل في مرة شفت منها تصرف مريب؟ هل لمحت نظرة غريبة بينها وبين صاحبي المقرب؟ نسيت أقول لكم، كان عندي صديق مقرب جدا اسمه خالد. خالد ده عشرة عمري من أيام الجامعة، وكان دايما قريب مني ومن بيتي. افتكرت إنه فعلا من حوالي 15 سنة خالد وقتها كان على خلاف مع مراته، وكان بيجي يقعد معانا كتير عشان حالته النفسية كانت تعبانة. يا ترى الأيام دي حصل فيها حاجة بينه وبين ندى؟ مجرد ما الفكرة دي خطرت في بالي حسيت إني عايز أقوم أصرخ: مش ممكن! خالد أخويا وحبيبي، مستحيل يعمل فيا كده. لكن الجواب بيقول: أقرب واحد ليك هو اللي خانك، وخالد للأسف
كان أقرب واحد ليا في الوقت ده. ليل الخميس عدى تقيل جدا. ندى نامت وأنا فضلت صاحي، قاعد في الصالة والنور مطفي، وفوق دماغي مليون علامة استفهام. طلعت الجواب تاني من جيبي وحاولت ألاقي فيه أي دليل على اللي كتبه، بس مفيش توقيع، مفيش عنوان مرسل، مفيش غير إنه متبعت من مكتب بريد عام. الورق عادي، والجمل مكتوبة بلغة بسيطة، لا هي عامية قوي ولا هي فصحى، حاجة في النص كده عشان ما ينكشفش صاحبها. حتى الخط كان عادي، بس كان فيه جملة شدت انتباهي: الخيانة حصلت مرة واحدة بس. اللي كتب الجواب عارف التفاصيل، يعني مش مجرد افتراء وخلاص، ده واثق انها مرة واحدة. هل ده معناه ان الخاين نفسه ايا كان هو مين هو اللي كتب الجواب؟ كان مستحيل اني اعرف انام. فضلت الف وادور في الشقة زي المسجون، كل شوية ادخل اوضة العيال وابص عليهم وهم نايمين، خصوصا ملك بنتي الصغيرة. وشها البريء وهي نايمة خلاني اعيط، دموعي نزلت غصب عني. بفكر، لو طلعت مش بنتي هعمل ايه؟ اسيبها؟ دي حتة مني، حتى لو مش من دمي، وهي ذنبها ايه تتولد في قصة ملهاش ذنب فيها؟ طلع الفجر وانا على حالي. قررت اعمل خطوة جريئة، لازم اواجه ندى. معرفش ليه حسيت ان المواجهة دي هتريحني حتى لو وجعتني. تاني يوم الصبح كان الجمعة. استنيت الولاد ينزلوا يزوروا جدتهم زي كل جمعة. مشيوا بدري مع ابن خالي اللي بيعدي ياخدهم كل اسبوع. البيت اخيرا بقى فاضي، انا وندى بس. ندى كانت قاعدة بتشرب شاي في الصالة بهدوء. دخلت عليها وايدي فيها الظرف اللي جالي. اول ما شافتني سألت بابتسامة: مش هتنزل معاهم؟ قلت لها لا، قررت افضل النهارده في البيت. قعدت قدامها وبصيت لها بنظرة غريبة. هي حست ان في حاجة غلط، سألتني: مالك؟ شكلك مش طبيعي من امبارح. طلعت الظرف وحطيته على الترابيزة بينا. سألتها بهدوء: ايه ده يا ندى؟ ندى استغربت، باين انها ما فهمتش في الاول. اخدت الظرف وابتدت تقرا، بعدين لاحظت دموع بتنزل من عينيها. رفعت وشها ليا وعينيها مليانة رعب. قالت لي بصوت مكسور: مين جاب لك الكلام ده؟ السؤال ده أكد لي كل حاجة. الكلام ده حقيقي، هي لا قالت كذب ولا صح. أول سؤال كان مين وصلك الكلام، يعني واضح إنها عارفة إن في سر قديم. صرخت فيها: يعني إيه؟ الكلام اللي هنا حقيقي يا ندى؟ أنت فعلا خنتيني؟ انهارت بالبكا: أنا آسفة، أنا آسفة يا حسين. على فكرة نسيت أقول لكم إن اسمي حسين. وقفت مصدوم. اعترافها نزل عليا زي الصعقة، رغم إني كنت شايف الكلام بعيني. اعترفت؟ إزاي قدرت؟ إمتى؟ مع مين؟ وليه؟ أسئلة كتير طلعت مني بهستيريا وأنا بزعق بصوت عالي. يمكن الجيران سمعونا. ندى فضلت تعيط وهي مش قادرة ترد. مسكت دراعها جامد وهزتها وأنا بصرخ: جواب إيه ده؟ مين اللي بعته؟ والخيانة دي حصلت إمتى؟ جاوبيني. بصعوبة بدأت تحكي من وسط دموعها: كم مرة واحدة، غلطة عمري. انت كنت مسافر يومين شغل وقتها انا. وسكتت وهي بتبكي. قلبي كان هيقف، حرفيا كنت حاسس اني ممكن اموت من الصدمة وانا مستني الكلمة اللي هتقولها. بعدها مسحت دموعها بسرعة وحاولت تلم نفسها وقالت: خنتك مرة واحدة بس يا حسين، مع خالد. الدنيا اسودت قدام عيني. الحقيقة اللي كنت خايف منها بانت قدامي. أعز صحابي، أكتر شخص بثق فيه، خدني في عرضي. لقيت نفسي بمسك أقرب حاجة قدامي وبرميها على الحيطة. كانت فازة إزاز. صرخت فيها: إزاي تعملوا فيا كده؟ أنا كنت فين ساعة المصيبة دي؟ ندى كانت مرعوبة من غضبي. قالت وهي بتبكي: مش هتصدقني لو قلت لك إن الموضوع ما كانش بنية الخيانة في الأول. خالد كان منهار وقتها، كان شارب وجالي مكسور، وأنا كنت ضعيفة ووحيدة من غيرك. الشيطان لعب بعقلنا. أنا تبت واستغفرت ربنا وقطعت علاقتي بيه تماما من ساعتها، وحلفت إن عمري ما هضعف كده تاني. كنت مش مصدق وداني. الخيانة حصلت. ومين الخاين؟ أعز صاحب. الغضب والغيرة والألم اتخلطوا جوه دماغي وعموني. وفجأة افتكرت حاجة أصعب: بنتي ملك. سألتها وأنا خايف: ملك، بنتي الصغيرة، انتي متأكدة إنها بنتي أنا؟ ندى ردت بسرعة: أيوة والله بنتك. هو صحيح أنا غلطت مرة، بس ده كان قبل ما أحمل فيها بشهور. ملك بنتك أنت، أنا عمري ما شكيت إنها بنت حد تاني، أقسم بالله. كانت بتتكلم بصدق من قلبها، أو أنا عايز أصدق كده. بس في اللحظة دي الثقة بيني وبينها كانت بتنهار زي عمارة بتتقصف قدامي. قلت بصوت هادي: طب ليه ما قلتليش؟ ليه خبيتي عليا كل السنين دي؟ ردت بسرعة: كنت هقولك إزاي؟ كنت هخرب بيتي بإيدي؟ كنت هتصدق إني ندمانة؟ ولا كنت هتقتلني؟ أنا خفت على بيتي وعلى أولادي. قلت خلاص، غلطنا وعدى ومش هيتكرر، وحياتنا مشيت حلوة من بعدها. قلت السر ده هيموت معايا.
ضحكت وقلت: مشيت حلوة؟ مشيت حلوة على أساس إني عايش في كدبة. طبعا، من ناحيتك مشي الحال. انت شايلة سر وأنا مغفل. بانت عليها الصدمة من كلمة مغفل، كانت تقيلة عليها. بس أنا فعلا كنت حاسس إني مغفل وأكتر كمان. بعد المواجهة العنيفة دي مفيش كلام تاني يتقال. سبتها قاعدة منهارة وطلعت من البيت زي المجنون. ركبت عربيتي وسقت بسرعة ودموعي مغرقة وشي. مش عارف كنت رايح فين. فضلت ألف في الشوارع بلا هدف. في اللحظة دي حسيت إني لو فضلت في البيت أكتر ممكن أعمل مصيبة أندم عليها. يمكن أذي نفسي أو أذيها. بالليل ركنت عربيتي جنب البحر وقعدت على الرملة. الهوا البارد ضرب وشي وفوقني شوية من الصدمة. بس أول ما عقلي يفتكر الحقيقة قلبي كان بيتقطع. أقرب اتنين ليا خانوني، مراتي اللي بحبها وصاحب عمري. فضلت يومين تلاتة برا البيت. قفلت موبايلي وسبت الدنيا تدور. طبعا اختفيت فجأة. فمراتي وولادي كانوا بيدوروا عليا في كل مكان. أنا عارف إنهم كانوا منهارين من القلق، بس مش قادر أرجع ولا أواجه حد. كل ما أبص في الموبايل ألاقي عشرات المكالمات اللي فايتة من أهلي وأهلها. وصاحبي خالد كمان كان بيتصل كتير. خالد عرف إن في حاجة غلط. يمكن ندى كلمته أو هو حس لوحده. بعد تالت يوم فتحت موبايل ولقيت مراتي بتترجاني إني أرجع ونحل المشكلة، وبتقول إنها قالت للولاد إني في شغل طارئ وسافرت فجأة. أهلي بيقولوا لي ارجع وحل مشاكلك بعقل. خالد بعت لي كذا رسالة: حسين أنت فين؟ ما تسيبش بيتك عشان أي كلام. اسمعني، أنا حاسس إن في حاجة كبيرة حصلت. لو محتاج أي حاجة أنا جنبك. الوقاحة إنه يبعت لي ويقول لي ما تسيبش بيتك عشان أي كلام، وهو عارف إن الكلام ده حقيقي لأن هو نفسه السبب فيه. في اللحظة دي قررت إني لازم أواجه، بس مش قبل ما أتأكد 100% إن هو اللي ورا الجواب. مين بعت الجواب؟ ندى حلفت إن عمرها ما حكت لحد عن غلطة زمان، وخالد مستحيل يكون قال لحد، وإلا سمعته وصورته قدامي كانت هتضيع. يبقى مين؟ مين يعرف السر ده غيرهم هما الاتنين؟ هل ممكن يكون حد شافهم وقتها، اكتشفهم بالصدفة وسكت مثلا؟ يمكن حد لمحهم مع بعض في وضع مريب، ولا تكون مجرد صدفة؟ ركزت تاني في كلمات الجواب. الخط ممكن يبقى خط أي حد، لكن الأسلوب كان عربي بسيط، مش عامي ولا فصيح، حاجة في النص كده عشان يخفي شخصيته. خالد ثقافته كويسة، هو مش كاتب ولا شاعر، بس بيعرف يركب الجملة. وبرضه هو أكتر حد عنده دافع يعمل كده. ليه؟ مش عارف. يمكن تأنيب ضمير، يمكن غيرة، يمكن انتقام. فكرت، لو خالد هو اللي كتب الجواب، ليه دلوقتي بعد حوالي 15 سنة من اللي حصل؟ ايه اللي حصل صح ضميره فجأة؟ ولا هو كان قاصد يولع حياتي لما شافها ناجحة ومستقرة؟ سألت نفسي سؤال مهم: لو مش خالد هيكون مين؟ حد من قرايبنا مثلا، ولا يمكن حد بيكرهه او بيكرهني، ولا يمكن حد تالت خالص عرف الموضوع بالصدفة؟ فضلت كام يوم في البنسيون احاول افك اللغز ده، وطبعا ما كنتش بفكر بس، انا قررت اني اتحرك. اول خطوة عملتها اني اعمل تحليل دي ان ايه. زي ما سمعت، قررت اني اعمل تحليل دي ان ايه لبنتي عشان اقطع الشك باليقين، واعرف اذا كانت بنتي من صلبي ولا من شخص تاني. ومع اني كنت مرعوب اني اعرف الحقيقة، بس كان لازم اعرف. رحت البيت في وقت كنت عارف ان مراتي وولادي مش موجودين فيه. غالبا كانوا عند اهلها، لانها بعتت لي رساله وقالت لي انها هتفضل عند اهلها لغايه ما نرجع. دخلت الشقه بمفتاحي، والاول مره في حياتي احس اني داخل في بيتي. لميت بسرعه فرشه اسنانها واخدت شعرايه من مشطها عشان خاطر العينه، وخرجت من غير ما حد يحس، وبعتهم لمعمل خاص عشان يطلع لي النتيجه في خلال يومين. وطبعا دفعت قرشين زياده واستنيت وانا النار بتاكلني. اليومين دول عدوا عليا سنين، ما كنتش بنام من التفكير. لو طلعت ملك مش بنتي هعمل ايه؟ هل هقدر اكرهها؟ مستحيل، دي بنتي اللي ربيتها. طب لو طلعت بنتي فعلا، هعرف اسامح ندى على اللي عملته؟ الخيانة وجعتني قوي. بعد يومين استلمت الظرف من المعمل وفتحته وايدي بتتهز. مش قادر اوصف احساسي وانا بقرا التقرير. الحمد لله الحمد لله، طلعت بنتي فعلا. التحاليل اثبتت ان ملك بنتي انا. حسيت بسعادة غريبة وسط كل الغم اللي انا فيه. على الاقل البنت دي فعلا بنتي وملهاش ذنب في اي حاجة حصلت. انهارت في العياط من الراحة لأول مرة من يوم الكارثة. كنت حاسس إني بسترد جزء من روحي، بس الفرحة دي ما كملتش غير ثواني. افتكرت تاني المصيبة الأكبر، إن أعز صاحب خان العشرة، وإن الجواب اتبعت لي مخصوص عشان يولع في حياتي. ولسه اللغز ما اتحلش. مين بالظبط بعت الجواب؟ خالد ولا حد غيره؟ بعد ما اطمنت على موضوع ملك ركزت كل تفكيري على موضوع خالد. خالد من ساعة ما اختفيت وهو بيتصل بيا وبيبعت رسايل كتير. غريب أوي اهتمامه المفاجئ. يمكن بيحاول يتأكد إني عرفت ولا لأ.
أو يمكن عايز يطمن إني مش شاكك فيه، الله أعلم. قررت أرد عليه أخيرا. اتصلت بيه. أول ما سمع صوتي نط بلهفة: حسين، أنت فين يا راجل؟ قلقتنا عليك، إيه اللي حصل؟ حاولت أتمالك نفسي وما واجهوش. قلت له: حصل خير يا خالد، كنت محتاج وقت لوحدي. قال لي بقلق: مراتك كلمتني وقالت لي إنك زعلان ومش عايز ترجع البيت، فيك إيه؟ رديت ببرود: مفيش يا سيدي، شوية مشاكل في الشغل وضغط نفسي، فقلت أبعد شوية. سألني: أكيد مفيش حاجة تانية؟ مراتك قلقتني، بتقول إنك بتقول كلام غريب. سكت اللحظة، حسيت إنه عايز يشوف ردة فعلي. قلت ببرود: مش عارف تقصد إيه. خالد قال: مش عارف والله، بس حاسس إن في حاجة مش تمام. قررت أرمي سنارة وأشوف ردة فعله. سألته فجأة: أخبارك إيه مع مراتك دلوقتي؟ هل صلحتوا خلافاتكم؟ اتفاجئ وقال: إحنا؟ تمام، اتصالحنا من زمان. قلت له بهدوء: طيب كويس، أصل الوحدة ساعات بتخلي الواحد يعمل حاجات غلط، خصوصا لو لقي حد قريب منه يقف جنبه. حسيت نفسه اتقطع فجأة وقال: تقصد إيه؟ قلت له: مبقاش عندي ثقة في أي حد اليومين دول، خيالي راح لبعيد، بيتحس إن حتى أقرب الناس ممكن يغدروا. سكت للحظة وقال بتوتر: أقرب الناس؟ حسين، أنت شاكك فيا؟ ما ردتش عليه فورا، خليته على أعصابه. فجأة حلف: والله يا حسين ما عملت حاجة، أنت أخويا وعشرة عمري، مستحيل أضرك. طب ليه بيقسم دلوقتي فجأة؟ أنا ما وجهتش اتهام مباشر، بس هو عامل زي اللي على راسه بطحة. خلصت المكالمة، وأنا ما أكدبش عليكم، الصوت اللي جواه بقى شبه متأكد إن خالد هو اللي كتب الجواب، لكن محتاج دليل قاطع. بعد المكالمة مع خالد قررت أقابله وجها لوجه. كنت محتاج أبص في عينيه وهو بيكذب عليا، وعشان ما يحسش قلت له نتقابل في القهوة اللي متعودين عليها، وقلت له عندي مشكلة عائلية محتاج رأيه فيها. الليل جه ورحت القهوة بدري شويتين. كنت متوتر، لكن خلاص لازم أعرف الحقيقة. خالد وصل وهو مبتسم على طبيعته، سلم عليا، والغريب إن أنا كنت حاسس بقرف منه ومن تمثيله. قعدنا وطلبنا شاي. خالد ابتدى الكلام عادي جدا: طمني عليك، انت كويس دلوقتي؟ المشكلة العائلية اللي عندك ايه حكايتها؟ بصيت له وقلت له بهدوء: المشكلة في جواب وصلني. حاول يتماسك وقال: جواب؟ جواب ايه؟ طلعت الظرف من جيبي وحطيته قدامه. جواب مجهول جالي البيت، في كلام عن خيانة حصلت زمان. ايد خالد اترعشت وهو بياخد الظرف، فتح وبص جواه من غير ما يطلع الورقة، وقال باستغراب: مين خان مين؟ رديت وانا ببص في عينيه: مراتي خانتني مع اقرب حد ليا، كده مكتوب. خالد رفع عينه بصدمة: ايه الكلام ده يا حسين؟ مين اقرب حد ليك؟ قلت له ببرود: انت. اقرب حد ليا هو انت يا خالد. وشه اصفر فجأة وقال بتوتر: انا؟ بتشك في انا؟ حسين، انت عارف اني مستحيل. قطعت كلامه: طب الجواب ده مين بعته؟ انت تعرف؟ طبعا انكر وحلف انه ما يعرفش حاجة. فضل يقول: اكيد ده واحد حقود عايز يولع بينك وبين ندى. ما تصدقش يا حسين، ده كلام فارغ، مراتك ست محترمة ومستحيل تعمل كده. ابتسمت بسخرية وقلت: مش انت اللي مرة لمحت انك كنت شاكك في مراتك؟ نسيت لما قلت لي انك حاسس انها بتخونك؟ انا رميت الجملة دي كطعم. خالد زمان فعلا حكى لي انه شاكك في مراته قبل ما يطلقها. خالد اتلخبط وقال: لكن دي كانت مراتي انا مش مراتك. هنا قررت افاجئه. طلعت الورقة نفسها من الظرف وحطيتها قدامه وقلت: طب ايه رأيك تقرا الجواب ده بصوت عالي؟ اتوتر وقال: مفيش داعي، انا مصدقك وخلاص. اصريت عليه: لا، اقرا بصوتك، انا عايز اسمعه من حد غيري، يمكن اكون فهمته غلط. خالد مسك الورقه وايده بتترعش وابتدى يقرا بصوت مهزوز: انا اسف اني بكتب لك الكلام ده، بس كان لازم تعرف الحقيقه. مع كل كلمه بيتلعثم فيها كنت بتاكد اكتر واكتر. صوت خالد هو نفس الصوت اللي سمعته في خيالي وانا بقرا الجواب لاول مره. طريقته في نطق الكلام كشفت لي ان الكاتب هو القارئ. لما وصل لجمله اقرب الناس ليك هو اللي خانك، صوته اتكتم وكانه مش قادر يكمل. فجأة رمى الورقة على الترابيزة وقال بعصبية مصطنعة: مين المش محترم اللي بيكتب الكلام ده؟ لازم أعرف مين ده. بهدوء بصيت في عينيه وقلت له كلمة واحدة: أنت. اتصدم وقال: أنا إيه؟ كررت بهدوء: أنت اللي كتبت الجواب، مش كده؟ رد بتوتر: أنت اتجننت؟ إزاي أعمل كده؟ ده أنا حتى خطي مش كده. قلت له: ومين قالك إنك كتبته بخطك؟ يمكن خليت حد يكتبه، أو حتى طبعته وخليت حد تاني ينقل بخط إيده. بدأ يزعق وينكر: ايه الهبل ده؟ وليه اعمل فيك كده وانت اخويا؟ صرخت فيه: عشان خاين.
ضميرك صحي بعد 15 سنة ولا حقود وعايز تدمر حياتي؟ اختار اللي يعجبك. وش خالد احمر، سكت للحظة وقال بهدوء غريب: طيب خلاص، طالما مش عايز تصدقني ماشي يا حسين. وقف عشان يمشي وقال: اعتبر ان الكلام ده ما حصلش وانك ما قلتش حاجة. مسكته من دراعه ورجعته يقعد. لسه ما خلصناش الكلام. سحب ايده مني بعدوانية وقال بصوت مليان سم: عايز مني ايه تاني؟ قلت وصوتي بيترعش من الغضب: عايز اعرف ليه دلوقتي، ليه بعد كل السنين دي قررت تهد حياتي؟ فجأة خالد انفجر في الضحك: حياتك؟ حياتك اللي انت فاكرها وردية؟ بصيت له باندهاش: بتضحك على ايه؟ قال باستهزاء: فاكر نفسك احسن مني يا حسين بوظيفتك الكبيرة ومراتك الجميلة وولادك؟ تفتكرني مبسوط وانا شايفك عايش الحياة اللي كنت انا استحقها؟ قلت بذهول: تستحقها؟ قصدك ايه؟ صرخ وقال: قصدي اني حبيتها. انا حبيت ندى قبلك من اول يوم شفتها معاك في الكلية. كنت هموت وصارحها، بس انت سبقتني عشرة العمر، خطفتها مني بجنانك وسرعة تحركك. فضلت احبها في صمت، ولما اتجوزتها قلت خلاص نصيبي خلص كده. بس في اليوم اللي لقيتني فيه مكسور وضعيف دخلت عليها، لقيتها هي كمان حاسة بوحدة في غيابك. الشيطان لعب في راسنا وحصل اللي حصل. انا ندمت بعدها، بس مش عشانك انت. ندمت انها خافت وما قدرتش تسيبك. هي قررت تفضلك انت. فضلت سنين مستني فرصة تانية، لكنها قفلت الباب في وشي وقالت ما يتعملش غير بوجودك. كنت سامع ومش مصدق ان ده خالد صاحبي اللي بيتكلم. صرخت فيه: وايه اللي خلاك تفكر انها ممكن تسيبني وتجيلك؟ دي غلطت معاك للحظة ضعف، مش معناها انها حبتك. صرخ في وشي: ما تقولش غلطة، ما كانتش غلطة بالنسبة لي، دي كانت احسن ليلة في حياتي، حتى لو عملت نفسي ندمان. من وقتها وانا مش قادر اشوفكم مبسوطين مع بعض. كل مرة كنت بعدي واشوفكم عيلة سعيدة كنت بتقطع من جوايا. حسيت بالقرف والغضب وسألته: وعشان كده بعت الجواب عشان تدمر حياتنا؟ رد وقال: بالظبط. لما فشلت انها تجيلي برضاها قلت اخليها تجيلي وهي مكسورة. كنت عارف انك لو عرفت هتطلقها او على الاقل هتسيب البيت. ساعتها يمكن اعرف اخد مكانك، وحتى لو هي ما اختارتش تكون معايا كفاية عندي اشوفكم اتدمرتوا. بصيت له باحتقار وقلت: انت فاكر بعد اللي عملته هسيبها تقع في حضنك؟ انت اوطى من اني اسيبها لك. قلب وقاحة: هي مش طايقاك دلوقتي وبتعيط ليل ونهار، وانا عارف كل حاجة على فكرة. ندى بتحكي لي. فاكرها بعدت عني؟ لا يا حبيبي، انا فضلت زي الشيطان حواليكم. هي اول واحدة كلمتني لما انت اختفيت. كنت بطمنها عليك واكدب واقول لها هيرجع، ما تخافيش. انا بلعب في دماغها، بحسسها انك قليل الاصل تسيبهم وتختفي. واحدة واحدة هتلاقيها مالت ليا، خصوصا لما تعرف انك طلعت شاكك فيها وشايفها واحدة خاينة. ما قدرتش اسمع اكتر، الدم فار في عروقي. مسكت خالد وقلت له بين سناني: اسمعني كويس، انا مش هسيبك تدمر بيتي. مش هسيب واحدة كانت مراتي 15 سنة وصاحب 20 سنة يضيعوني. انت خسرت كل حاجة خلاص. انا ممكن اقتلك دلوقتي ومحدش هيحس بيك، بس موتك مش هيفيدني. قلب برود: مش هتعرف حتى تثبت اني عملت حاجة. سحبت منه الورقة والظرف وقلت له: يمكن لا، بس على الأقل وشك القذر انكشف. وأول حاجة هعملها إني هفضحك قدام أهلي وأهلها وكل الناس. خلي صورتك الحلوة دي تنفعك. سحب نفسه من إيدي وقال: براحتك، أنا كنت خلاص انتهيت منكم، اتفضلوا ارجعوا لبعض لو عايزين. بس فاكر إنك هتنسى؟ أبدا، الشك هيفضل ياكلك لحد ما تموت. سبت خالد ومشيت. يمكن كنت هموته، لكن مسكت نفسي بالعافية وما عملتش مصيبة. قررت إن أسوأ عقاب ليه إن حياته تتمسح منها كل حاجة ليها معنى، صداقتنا، احترامنا، كل حاجة. رجعت البيت لأول مرة من بعد اختفائي. أول ما فتحت الباب لقيت ندى بتجري عليا منهارة وحضنتني جامد. كانت بتعيط بحرقة، ودموعها وبكاها كسروا قلبي. مهما كان أنا لسه بحبها رغم كل اللي حصل. بعد لحظات بعدتها عني بهدوء وقلت: أنا عرفت كل حاجة. انهارت تاني وقالت إنها كانت قلقانة عليا جدا، وإنها ندمانة ومستعدة تعمل أي حاجة عشان أسامحها. حلفت إنها قطعت علاقتها بخالد نهائيا من أول مرة شكت إني عرفت. هي ما كانتش تعرف إن خالد هو اللي بعت الجواب، بس كانت شاكة. قلت لها بحسرة: اللي بعت الجواب هو خالد نفسه. شفتي قد إيه كان حقير وعايز يدمرنا؟ قالت: يا ريتني كنت قلت لك من زمان، كنا واجهنا سوا وما وصلناش للي حصل ده. ما عرفتش أرد عليها بإيه. الحقيقة كانت مرة قوي علينا كلنا. قعدنا نتكلم ساعات في نص الليل، كلام كله عياط واعتذارات وألم وعتاب. بالنسبة لي
السماح مش بالساهل، حاجات كتيرة اتكسرت جوانا وعمرها ما هتتصلح. الثقة، البراءة، راحة البال، كل ده انتهى. بصيت لبنتي ملك وابني عمر وهم نايمين، وحسيت اني لازم احافظ على عيلتي حتى لو متكسرة. خالد كان عايز يدمرنا ويفرقنا، مش هديه الفرصة دي. قلت لندى انا هرجع عشان الولاد مش عشانك انتي، على الاقل دلوقتي. يمكن الزمن يداوي شوية من الجرح، واعرفي ان الجرح ده عميق جدا. هزت راسها بتفاهم وقالت لي حقك، انا مستعده اني اعمل اي حاجه عشان اثبت لك اني ما زلت استاهل اني اكون زوجتك وشريكه حياتك. انا طبعا ما ردتش، لكن على الاقل هديت شويه، يمكن عشان عرفت الحقيقه كلها خلاص. عدى كام شهر على اللي حصل، وحياتنا مش زي الاول، بس بحاول اني اداوي في الجرح على قد ما اقدر. خالد طبعا خرج من حياتنا، حاول كذا مره انه يعتذر ويبعت رسائل، بس انا بعت له مع حد كلمه واضحه: لو شفتك او سمعت صوتك في حياتنا تاني مش هيكون ليك مكان على الارض. انا حسين، ودي كانت قصتي وبس. خلصت القصه، تنساش لايكك العسل، سبسكرايبك الجامد. انا زيوس، ويلا سلام.